تفتكروا ليه مثلا ممكن يكون في مدير مبيعات بيخون مراته مع السكرتيرة بتاعته، وبعدين ابنه يشوفهم صدفة في المرغني فيتشل، يكتئب، بيتعقد، يقرر ما يتجوزش، امه تموت من حزنها عليه، الابن يروح يقتل ابوه عشان كان السبب في كل ايه السبب في ده الاختيار الخاطئ من البدايه. من البدايه الاختيار الخاطئ هو ممكن يكون سبب في اي حاجه من 60 هنا ممكن تحصل في حياه الانسان. مفهومنا الخاطئ عن التوافق، احنا فاهمين التوافق غلط، احنا ليترلي فاهمين في عندنا ميس اندرستاندينج في فكره التوافق. مثلا في ناس فاكره ان التوافق ده مثلا، عارف يا احمد بجد انا بكره الكذب، بكرهه. ايه ده؟ تكرهي الكذب؟ انا بشكر ربنا ان انا لقيتك. عارفه انا كمان بكره الكذب. انت اكيد من عالم تاني، من عالم تاني، انت اكيد من عالم تاني. واول موقف يتحطوا فيه تلاقيهم ما شموش 3 دقايق ربايه وبيكدبوا. لازم تبقى عارف نفسك كويس جدا، لازم تبقى عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه، وتحترم احتياجاتك دي، تحترم ان انت تختار حد مفهوش الحاجات اللي انت بتكرهها. لان احنا بنبقى في البدايه لما بنبقى مبهورين ببعض وكده نقعد نقول بحب حد مش هشوف عيوبه والكلام ده، والحاجات اللي بتقعد نشيرها على الفيسبوك وكده، اللي بيحب حد مش بيشوف الفلوز بتاعته، ونقعد نعمل فيها نبيلة عبيد ايام الستينات لما كانت اكتر انسانه رومانسيه في الحياه. بس لا ده على المدى البعيد وبعد سنين هتبدا تتخنق من الحاجات العيوب اللي فيه دي، وهتبدا تتراكم المشاكل، تتراكم. نستفيد من التجارب السابقه. بس في ناس يعني بتحور شويه في موضوع التجارب السابقه ده. ليه بنحور؟ التحوير احنا في غنى عنه، والله التحوير احنا في غنى عنه تمام. عندك تجربه قديمه، عندك تجربه، قولوها عشان نستفيد، يعني قولوها لبعض بصراحه عشان تستفيدوا بدل ما تقعدوا تحوروا. عارف انا بجد كنت احسن جيرل فريند ممكن اي بوي فريند يلاقيها. كنت بوفر له، كنت بخلي بالي من كاريره، كنت مامته بتحبني جدا، كنت كل حاجه، كنت مخلصه، كنت وفيه، كنت رائعه، كنت جميله، كنت رائعه، كنت شيك، كنت حلوه، فهو يستغرب امال الموضوع باظ ليه؟ فتجيب له بقى سبب عبيط بقى، سبب بقى يعني عشان تحبك الموضوع. عارف الموضوع باظ ليه؟ باظ بسبب عمته بجد كانت بتبص لي وحش لما بروح لهم. كنت بقول له يا احمد عمتك بتبص لي وحش، يقول لي لا مش بتبص لك وحش. اما بالنسبه للناس اللي بتختار بالشكل، والله ما هتكلم عنك انت، ربنا يتولاك في تفكيرك في اللي انت بتعمله في نفسك ده. يعني انت يعني مع كامل خالص غزير وفير احترامي ليك، بس انت ده مش بتحاول تتجوز كده، بتحاول تتجمس. بتتجمس ليه؟ وحاجه كمان المفروض نبقى معرفين بعض قدام في ايه. يعني مثلا لازم مش ندبس بعض في الاول وبعدين قدام بقى نبقى نشوف لها صرف. احمد انت بجد مش متخيل بابا ده انسان طيب ازاي. بجد انت لما تقعد معاه، لا بجد حقيقي، انت لما تقعد معاه هتقول ايه ده، ازاي الانسان ده كده، ازاي بجد، لا بجد انسان بجد فوق الرائع يا احمد. بجد انت لازم تيجي تقعد معاه تشوفه، بجد بابا فوق الرائع. ويجي بقى يا احمد يروح يقعد مع بابا يلاقيه يعني تلاقي احمد اكتئب وساب شغله وقاعد على النيل بيشرب بيره وبيرجع. في واحد مره لقيته بيقول لي ان الولاد بيختاروا مواصفات معينه لصاحبته ومواصفات لمراته، فقيس بيه وفاجئ بقى. يعني مواصفات صاحبتك تختلف عن مواصفات مراتك؟ قال لي اكيد. قال لي الصحبه لازم تبقى بتسهر، ماما عادي، عامله هايلايتس مش عارف. الموضوع بسيط، الموضوع الوضوح، نبقى واضحين من البدايه. اقعدوا بص والله العظيم، اقعدوا كده. بصي انا مش جاهز، وعرفت 3 بنات قبلك، خنت 2 وواحده سابتني، واحده ما حبتنيش، انا بس اللي حبيتها من طرف واحد، وعارفك عشان انساها انا 1 2 3 انت 1 2 3 كده يبقى مش كده. يلا بدل بقى ايه بقى، بدل ما قصه طويله، بدل ما نختصر قصه طويله بقى نختصر ان انتوا تحوروا على بعض وتبقوا مع بعض وتنزلوا صوركم على انستجرام وفي الاخر هتفركشوا فتضطروا تمسحوا الصور. ملوش لزوم من الاول، نبقى واضحين.
نبقى واضحين.